السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ قليل أعلن خبر وفاة فنان مشهور زوج فنانة شهيرة. الخبر تصدر محركات البحث بعد ما أعلن الخبر الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، وكتبت الفنانة أيضا يسرى على صفحتها الرسمية والفنانة إلهام شاهين بكل الحزن والأسى أخبار النهاردة كانت صدمة للوسط الفني عن وفاة عملاق من عمالقة الفن. الكل نعاه بكل الحزن والأسى النهاردة. فنان من أسرة فنية وزوج فنانة شهيرة أسعدونا بالأعمال الفنية اللي حازت ونالت على إعجاب عدد كبير جدا مع كبار نجوم الفن. يلا نشوف التفاصيل، بس من فضلكم ادعموا الفيديو بلايك وادعوا للفقيد بالرحمة ولأسرته الصبر. النهاردة تلقينا الخبر اللي أعلنته نقابة الفنانين عن خبر وفاة الفنان محمد عمارة. فنان محمد عمارة فنان ومنتج ومصور، أنتج العديد من الأعمال الفنية لكبار نجوم الفن اللي أمتعتنا سنوات طويلة. هو اللي أنتج وأخرج مسرحية لعبة الست للفنان محمد صبحي والفنانة سيمون، ومسرحية كارمن وسكة السلامة وفارس بلا جواد، أعمال كتير جدا وأشاد بيها النقاد. النهاردة ومنذ الساعات الماضية كبار نجوم الفن بيعلنوا هذا الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي. كتب محمد صبحي كلمات مبكية وقال: وفاة الأخ والصديق والحبيب، الإنسان اللي بمعنى الكلمة. وأيضا نعاه أشرف زكي على صفحته الرسمية وعلى صفحة النقابة: فقدنا قيمة وقامة فنية، ربنا يرحمه ويغفر ليه أستاذنا ومعلمنا الفنان محمد عمارة. وكتب أيضا الفنان يحيى الفخراني والفنانة يسرى وإلهام شاهين: فقدنا اليوم يعني رحلة فنية كبيرة لكبير من كبار نجوم الفن، شعرنا بفراقك وفقدان إنسان بمعنى الكلمة، أعظم وأصدق رجل وأحن صديق، ستظل شامخ في قلوبنا وأعمالك موجودة في عقول كل محبيك، ربنا يرحمك ويغفر ليك ويصبر أسرتك على هذا المصاب الجلل. محمد عمارة هو شقيق المخرج حسين عمارة، واللي من أسرة فنية وزوج الفنانة سهير زكي. النهاردة كان صدمة كبيرة جدا وهم بيتلقوا خبر الوفاة بعد نقله إلى أحد المستشفيات في حالة متدهورة. دعواتكم للفقيد بالرحمة وللأسرة الصبر. شكرا لكم.